السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم سعيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقولة لكل مجتهد نصيب. ونحب نقول الأهلي اجتهد السنة دي، وبصراحة يعني هو يشكر على اللي عمله. النهارده يوم جميل ويوم سعيد، لأن النهارده الأهلي رسمي يتوج ببطولة الدوري العام، الدوري ال43. فنحب نشكر سيراميكا كليوباترا. نحب نشكر صلاح محسن على الهدية اللي قدمها للنادي الأهلي اليوم على سيراميكا. سيراميكا النهارده عمل ماتش عجيب جدا وتحفة جدا، ان هو غلب بيراميدز اللي هو الطموح 2-1. كان المتقدم بيراميدز على سيراميكا في الشوط الاولاني 1-0، وقبل الشوط ما ينتهي صلاح محسن حط الهدف الاولاني تعادل. وفي الشوط الثاني توج صلاح محسن مجهوده بالجون الثاني، فاصبح سيراميكا فايز في الماتش 2-1، وحقق اللي هو عايزه، وطلع من عنق الزجاجة زي ما بيقولوا. ده حاجة. الحاجة التانية ان هو حقق 3 نقاط حلوين كويسين ليه جدا. وطبعا منح الاهلي رسمي بطولة الدوري العام. مبروك، الف مبروك للنادي الاهلي على تتويجه ببطولة الدوري العام. مجهود تشكروا عليه. النهارده كان في برضو عدة مطوشة كانت مع الماتش بتاع بيراميدز. طلائع الجيش يفوز على أسوان 1-0، وبرضو بيحاولوا ان هو يهربوا ان شاء الله باذن الله من الهبوط. والماتش التاني الاسماعيلي، ونتمنى الاسماعيلي، مش بنكره الاسماعيلي، احنا بنحب الاسماعيلي وجمهور الاسماعيليه. الاسماعيلي يفوز النهارده على الداخليه 1-0. برضو مبروك، الف مبروك للنادي الاسماعيلي الكبير العظيم وجمهوره اللي بنقدر له كل الاحترام، ولاعيبته وادارته. الف الف مليون مبروك يا اسماعيلي على الفوز النهارده على الداخليه 1-0. والماتش الثالث المحله والبنك الاهلي. المحله والبنك الاهلي تعادلوا بدون اهداف، ونامل من كل الفرق ان هي تخرج من الهبوط. بس دي يعني دي قدر ربنا سبحانه وتعالى، ودي قانون كرة القدم على الفرق اللي هتهبط. وطبعا مبروك، ألف مبروك. الفرحة مش سيعانة بجد إن الأهلي يتوج النهاردة قبل ماتش يوم الخميس مع غريمه التقليدي النادي الزمالك ببطولة الدوري، على أساس إن احنا ننزل إن شاء الله بإذن الله مرتاحين، وإحنا كده كده أصلا مرتاحين وضامنين ان شاء الله باذن الله. ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا، ثم اجتهاد لعيبه الاهلي والجهاز الفني، ان هم ان شاء الله باذن الله يحققوا الفوز برغم يعني التتويج بالدوري. بس ده ماتش خاص، يعني احنا نحب نقول للاعيبه الاهلي ان ده ماتش خاص. يعني عايزين فوز برضو، لان احنا ما بنحبش لا تعادل ولا هزيمه. انتوا عودتونا على كده، ان احنا اصلا نلعب الحاجة الوحيدة اللي نقبلها اللي هي الفوز، خاصة على الزمالك، على اساس دي بطولة لوحدها خاصة. ونتوج من الملعب الماتش دون. احنا لسه لينا 5 اسابيع على نهاية